جوزي وقف قصادي وقال لي بكل عصبية: أنا مستحيل أقبل بالوضع ده. إزاي أشوف مراتي كل يوم رايحة الراجل غريب واسكت؟ اسمعي يا ريهام، يا أنا يا الراجل ده في حياتك. وقتها اخترت الراجل الغريب ده، والكل كان مذهول من قراري. أنا ريهام، عمري 25 سنة، متجوزة بقالي سنة عن حب. حكايتي بدأت من زمان قوي، من وأنا عمري 9 سنين. كنت عايشة أنا وبابا وماما وأختي جيهان الأكبر مني ب20 سنة، وأختي رحمة كانت أكبر مني ب10 سنين. كانت جيهان وقتها متجوزة من عمه مدحت، وكان ونعم الزوج. وعرفنا معدنه الطيب لما فجأة بابا تعب وقعد من الشغل وبدأ رحلة العلاج، وكان عمه مدحت هو اللي شايله حرفيا من كل شيء. وفي يوم كنا كلنا قاعدين حوالين بابا، وبابا بص لمدحت وقال له: أنا مش عارف أودي جمايلك دي كلها فين يا مدحت يا ابني. انت متجوز بنتي بقالك سنة، وفي خلال السنة دي ما بتعملش حاجة غير انك بتقف معانا في الضراء قبل السراء. أنا لو خلفت ولد ما كانش هيبقى سند لينا بالشكل ده. عمو مدحت طبطب على بابا وقال له بكل حب: يا عمي انتوا أهلي، وطول ما أنا عايش هعمل لكم كل اللي ربنا يقدرني عليه، بس انت بس قوم بالسلامة وما تشغلش بالك بأي حاجة. كفاية انك مديني أجمل هدية وهي جيهان. بابا وماما كانوا شايفين قد ايه هو طيب وحنين ومطمنين طول ما هو معانا. وبعد مدة من تعب بابا قابل وجه كريم، وكان عمو مدحت هو اللي واقف معانا في كل شيء، في الغسل وإجراءات الدفن وحتى العزاء، لأن بابا ما كانش عنده اخوات. كان عامل عزاء كبير جدا وقتها وكلفه مبلغ مش قليل. وقعد معانا وقال: اسمع يا أمي، انت ورحمة وريهام مسؤوليتي من هنا ورايح، واللي تعوزوه تطلبوه من غير ما تفكروا، وانا وعد مني اني مش هقصر معاكم بعون الله. ماما من حنيته عيطت وقالت له: ربنا يكرمك يا ابني ويديك الصحة، بس احنا حملنا تقيل قوي، وعيد الله يرحمه ما سابش غير معاش قليل جدا ما يفتحش بيت اسبوع على بعض، وعشان كده انا قررت اشتغل برضو. عمو مدحت رفض، وجيهان اختي قالت لماما: يا ماما اسمعي كلام مدحت، هو مادام قال كلمة هيبقى قدها، ربنا ما يحرمناش منك يا مدحت. كان عمو مدحت عنده شركة بتاعته هو واخوه، وبدأ كل شهر يديني مصروفي انا واختي رحمة، ويدي الماما مصروف في ايديها. ومش بس كده، ده كان بيخلي جيهان تجيب لنا خزين الشهر بكميات كبيرة جدا. وفي يوم ماما قالت لهم: يا ولاد احنا حملنا تقل، وبالله عليكم بلاش كل المصاريف دي، انتم كده مخليني محرجة منكم قوي. مدحت ضحك وقال لها: بالله عليك اصرفي زي ما انت عايزة، انا عايزة اقولك ان كل ما بعت لكم اي حاجة الرزق بيجيلي اضعاف، والله اضعاف اللي ببعته. ده من ربنا مش مني خالص، انا يا دوب سبب. بالله عليكي بلاش تحرميني من الرزق الكبير ده، ادعيلي بس يا امي. وعدت سنين وكبرت انا ورحمة، ولما بنعوز حاجة كنا بنروح نطلبها من عمو مدحت. لكن رغم كل السنين اللي عدت، عمو مدحت وجيهان ما خلفوش، وده اللي خلاهم يحطوا كل اهتمامهم معايا انا ورحمة. وعمو مدحت وجيهان اهتموا بتعليمنا وبكل تفاصيل حياتنا. وفي يوم كنا بايتين في بيت جيهان اختي، وفجأة حماتها ورامي اخو عمو مدحت جم ولقونا هناك. ساعتها اتكسفت انا ورحمة ودخلنا نقعد في أوضة بعيد، لكننا غصب عننا سمعنا هم كانوا بيقولوا ايه، وده بسبب صوتهم العالي. يومها حمات جيهان قالت لعمو مدحت: لحد امتى خيرك هيروح لغيرك يا ابني؟ انا ياما قلت لك الحق نفسك وخلف لك حتة عيل، عاجبك حالك كده وانت شايل هم مش بتاعك. ما سمعتش وقتها جيهان اختي بتتكلم، لكن سمعت رد عمو مدحت وقتها لما قال: اسمع يا امي، انا ربنا كرمني في سكتي بسترة 3 ولاية غير مراتي، وكلهم محتاجين حد يكون في ظهرهم وسندهم. والله يا أمي كل الخير اللي بقى يدخل لنا أضعاف دي بركة دعاء الولاية الأيتام، والست الكبيرة البركة اللي مش بتقوم من على سجادة الصلاة وبتدعيلي. يا أمي الأقربون أولى بالمعروف، وجيهان وأهلها ناس طيبين، وأنا سبحان من زرع حبهم في قلبي.
فلو سمحتي بلاش تتدخلي في اللي بيني وبينهم. أما بالنسبة للخلفة فربنا لسه ما أردش، والعيب لا فيا ولا في جيهان، وأنا مستحيل أتخلى عنها ولا هي تقدر تبعد عني. ممكن تحترموا قراراتي لو ليا خاطر عندكم. وقتها والدته سكتت وما سمعناهاش اتكلمت عننا بأي سوء من بعد رد فعل عمو مدحت. وكبرت رحمة واتخرجت، وعمو مدحت خلاها تشتغل في شركة واحد صاحبه. وفي يوم رحمة قعدت مع عمو مدحت وجيهان وقالت: أنا جاي لي عريس. العريس يبقى خالد ابن أستاذ عصام صاحب حضرتك يا عمو. ضحك عمو مدحت بمنتهى الفرحة وقال: ياه، يا عن النسب اللي يشرف، بختك من السما يا رحمة. انت مش متخيلة خالد ابن عصام ده شاب محترم ازاي. عصام أبوه ده صاحب عمري، راجل بنى نفسه بنفسه وطلع خالد راجل محترم يعتمد عليه. عن نفسي أنا موافق من غير تفكير. وقف عمو مدحت في جوازة رحمة كأنها بنته بالظبط، وجهزها أحسن جهاز، وكان هو وكيلها، وفضل سندها لحد ما اتجوزت. وبعدها جيهان أختي جالها مرض صعب، وكنت أنا ورحمة قاعدين تحت رجليها بنخدمها، وكنا بنشوف في عيون عمو مدحت الحزن واللهفة. كنا مستغربين كمية الحب ومش مصدقين إن في راجل بالطيبة والعظمة دي. كنا بنشوفه وهو واخدها في حضنه وبيقول لها: قومي قومي يا رفيق الدرب يا حتة من قلبي. كده يا جيهان، كده تتعبي وتسيبيني تايه في الدنيا لوحدي؟ كانت جيهان بترد بالعافية وتقوله: اوعى تقول كده، أنا مستحيل أسيبك يا حبيبي يا سندي في الدنيا. ها، احكيلي يومك مش ازاي النهاردة؟ كان بيحاول يتكلم من غير ما يعيط وبيقول لها: يومي ماشي صعب قوي، حاسس إن قلبي موجوع وبدعي ربنا يشفيكي واتعب أنا. ردت أختي وقالت له: لا، بعد الشر عليك يا حبيبي، هما مين هيشيل أخواتي وأمي من بعدك؟ ربنا يديك الصحة وطولة العمر. أمانة عليك اوعى تأثر معاهم لو ليا غلاوة عندك. كان بيسمع كلامها وهو ساكت ومش بيتكلم، كان بيفضل باصص لها عشان يشبع منها لحد آخر دقيقة في عمرها. وقابلت وجه كريم، ومن يومها ما شفناهوش بيضحك تاني. كان خالد جوز رحمة بيخليها كل يوم تروح له تطمن عليه وتجيب له الأكل، وكان يوم هي ويوم أنا، وماما كانت دايما بتبقى معانا. وبعد كذا سنة تقدم لي سليم، كان زميلي في الجامعة، وبعد التخرج بسنة جه طلب إيدي من ماما وعمو مدحت وقال له: اسمع يا سليم، ريهام دي بنتي، اوعى في يوم تزعلها ولا تيجي عليها، حافظ عليها يا ابني. أنا مش مهم عندي أي حاجة، أهم حاجة عندي إنك تخلص لها وما تنيمهاش يوم معيطها. سليم كان بيسمع كلام عمو مدحت ومستغرب كمية المشاعر اللي عنده، وكلمني بعدها بيوم وقال لي: هو الراجل ده بيتكلم كده ليه؟ قلت له: بيتكلم ازاي يعني؟ وبعدين ايه الراجل ده؟ الراجل ده هو اللي رباني، ده في مقام بابا حرفيا، اسمه عمو مدحت. وبعدين تيجي انت ايه في حنية قلبه وطيبته؟ الراجل ده حنيته تكفي شعب وتفيد، يا ريت كل راجل يبقى زيه. كان سليم بيغير منه جدا، لكن كان بيحاول ما يبينش. كنت بقول بكرة يتعود، وخصوصا لما يشوف خالد جوز رحمة قد ايه بيحب عمو مدحت وبيعتبره والده التاني. وعدت الأيام وعمو مدحت جهزني وعمل نفس اللي عمله مع رحمة. والتاني يوم في الصباحية لقيت الباب بيخبط، ولما فتحت لقيت عمو مدحت جاي ومعاه هدايا وأكل كتير. دخلته وقلت له: أنا مش مصدقة نفسي، بقى معقول حضرتك قصادي في البيت؟ ده البيت نور بوجودك. ابتسم وقال لي: ربنا يسعدك يا حبيبتي، أنا قلت آجي أقول لكم مبروك، واروح لجيهان حبيبتي اقرا لها الفاتحه واحكي لها كل اللي حصل في الفرح، واقول لها اني جيتلك وابلغها سلامك ليها. عيني دمعت وطبطبت عليه وقلت له: ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب ويسترك زي ما سترتنا. بابا الله يرحمه لو كان عايش ما كانش عمل كل اللي انت عملته وبتعمله معانا. رد وقال لي: اوعي تقولي كده، ربنا ما يحرمني منكم يا بناتي يا حبايبي.
لقيت سليم واقف بيبصلنا وعينه كلها غل، وقال له: ازيك يا عم وعامل ايه؟ انت هنا من بدري. رد وقال له: يعني ما بقاليش كتير يا ابني. مبروك يا حبيبي وربنا يهدي سركم. سليم بصلي وقال لي: ما صحتنيش ليه عشان اجي اسلم؟ عمو مدحت قطع الكلام وقال لنا: طيب هستأذن انا عشان لازم اروح المشوار اللي قلتلك عليه. سلام عليكم. وبعد ما مشي عمو مدحت، سليم اتخانق معايا وقال لي: ازاي راجل غريب يقعد معاكي لوحدكم وانا نايم؟ ولو سمحتي بلاش الاسطوانه بتاعت ده زي ابويا، لانه مش ابوكي، ده حيالله كان جوز اختك اللي ماتت من كام سنه، يعني خلاص ما بقاش في بينكم اي قرابه. قلت له: انت ازاي بتتكلم عنه كده؟ سليم، انا جهازي كله اللي في بيتك ده من فلوس عمو مدحت. انا دخلت الجامعه بفلوس عمو مدحت، حتى الاكل اللي اكلته بفلوس الراجل ده، ومستحيل انسى افضاله علينا ولا حنيته ولا خوفه علينا. ده كان لينا سند، هو مازال. فلو سمحت بلاش تتكلم عنه كلمه واحده تزعلني، واحترم وجوده في حياتنا. سليم فضل زعلان شويه، لكن مع الوقت اتأقلم على وجود عمو مدحت في حياتنا كلنا. وبعد فترة ماما قابلت وجه كريم، ودي كانت صدمة كبيرة ليا أنا ورحمة، وقلبنا اتوجع عليها قوي. وكان عمو مدحت أقرب واحد لينا، وكان بيحاول بقدر الإمكان يخرجنا من الحزن اللي احنا فيه. وفي يوم عمو مدحت تعب جدا، ورحمة كانت مسافرة هي وخالد، كانوا بيصيفوا. وساعتها عمو مدحت كلمني وقال لي: معلش يا ريهام يا بنتي، أنا تعبان قوي وخايف، أول مرة خاف. ممكن تجيلي انت وسليم لأن رنيت عليه ومش بيرد. جريت من غير تفكير لعمو مدحت، وكان سليم مش بيرد عليا أنا كمان. ولما رحت جبت له دكتور ونقلته المستشفى، وهناك عرفت إن عنده مشاكل في القلب ولازم يدخل يعمل عملية حالا. افتكرت كل اللي عمله معايا، وفضلت أعيط وأقول: يا رب، يا رب بارك في عمره، يا رب اديله الصحة، أنا مش متخيلة حياتي من غيره. يا رب لو جراله حاجة أحس باليتم للمرة التانية، هحس بيه على كبر، وده أصعب يا رب. وفي عز بكايا لقيت قصاد سليم وقال لي: انت ازاي تروحي له البيت لوحدك؟ لو انت ما تعرفيش في الأصول فأنا هعرفها لك يا ريهام. فضلت ساكتة لحد ما خالد ورحمة جم، كلنا كنا بنعيط عليه ما عدا سليم. سليم اللي ما يعرفش قد ايه الراجل ده يستاهل كل الخير اللي في الدنيا، اللي كان واقف مستغرب من اللي عاملينه عليه. ولما خرج من أوضة العمليات واتحجز، كنت كل يوم أنا ورحمة وخالد بنروح له نقعد معاه. ولما رجع الشقة، خالد ورحمة راحوا قعدوا معاه، وكنت بروح لهم أطمن عليه. وفي يوم سليم وقف قصادي أول ما رجعت البيت من عند عمو مدحت، ولقيته قال لي بكل عصبية: أنا مستحيل أقبل بالوضع ده. إزاي أشوف مراتي كل يوم رايحة الراجل غريب واسكت يعني؟ اسمعي يا ريهام، يا أنا يا الراجل ده في حياتك. وقتها من غير أي تردد قلت له: أنا هختار الراجل ده. عارف ليه؟ لأني بقيت أخاف منك ومن جفاك. انت ازاي من غير رحمة ولا لين قلبي بالشكل ده؟ ده راجل قرب على 80، ازاي أسيبه في وقت ما هو محتاجني؟ وبعدين أختي وجوزها هناك، أنا مش بقعد معاه لوحدي، ثم أن أفضله عليا تخليني أخدمه لآخر يوم في عمري. أنا لو اخترتك وتخليت عنه بقى قللت الأصل يا سليم. لميت هدومي ورحت أقعد مع رحمة وخالد، وبعد يومين بالظبط لقيت عمو مدحت بيقولي وهو في عز تعبه: اعملي حسابك إن جوزك جاي بات معانا النهاردة. استغربت، وبعدها لقيت الباب بيخبط، وكان سليم جاي وفي إيده شنطة كان حاطط فيها هدومه. وفضل قاعد مع عمو مدحت طول الليل، وهو بيحكي له قصة حياته من أول ما اتجوز أختي جيهان لحد وقتنا هذا. كان سليم أول مرة يقعد معاه ويقرب منه، ولما خرج وقعد معايا لقيته بيقولي: عندك حق تختاري، ده راجل ما قابلتش حد زيه، أنا جاي أقعد معاكم لحد ما يخف. فرحت وحسيت إني لأول مرة مرتاحة إن أخيرا سليم فهم وقدر موقفنا مع عمو مدحت. ووقتها عرفت ليه ربنا استخدم عمو مدحت إن يكون ظهر لينا، عشان لما يكبر نكون إحنا ليه السند والعوض.
ونخدمه برموش عينينا.